المعسكر راح يكون لائق باسم الديوانية، باسم الاستعدادات والتحضر الكبير إن شاء الله للاستحقاق القادم. كل الأجواء وفرناها للفريق من أجل التحدي، من أجل النجاح، من أجل تحقيق تارجت اللي أنا بصراحة أطمح له وأبناء الديوانية اللي يطمحوا له. الديوانية اليوم فريق جديد، فريق بكل المواصفات الفنية. احنا نراهن أن يكون الديوانية هو الحصان الأسود. بعد معسكر بغداد امس جينا الى مصر، معسكر زين بكل المقاييس، اجواء، ملاعب، قاعة حديد. ان شاء الله اللي نسوي علينا، الكادر التدريبي ما بيه قصور، رئيس النادي، الاداره، كل المقيمين على النادي ما بيهم قصور. احنا كلاعبين المفروض نعدل علينا، وان شاء الله نفرح جمهور الديوانيه، واحنا نظهر بمستوى يليق اول شيء بانفسنا ويليق بنادي الديوانيه. معسكر مصر يتكلل من نجاحات ممتازه، ملاعب، قاعات جيم، مسابح، اجواء مناسبه، التدريب، الوحدتين تدريب يجان نخوض يوميا، وان شاء الله نوعد جمهور الديوانيه واداره الديوانيه ورئيس النادي حسين العنكوشي ان شاء الله بتقديم الافضل، وان شاء الله هاي السنه مثاليه لنادي الديوانيه. معسكر جيد بعد المعسكر الثاني في بغداد، ونشكر الهيئه الاداريه والسيد حسين العنكوشي على هذه الاماكن الجيده، وان شاء الله نكون نقدم شيء رائع لجمهور الديوانيه ونكون عند حسن ظن الجمهور والاداره.